نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وتغطية خاصة حول زيارة فلاديمير بوتين للقاهرة لأول مرة منذ سقوط الطائرة الروسية عام 2015. أما الآن مشاهدينا الكرام إليكم أبرز عناوين النشرة. السيسي وبوتين يشهدان توقيع اتفاقية الضبع النووي في الاتحادية. اتفاق مصري روسي على خطورة القرار الأمريكي بشأن القدس. بوتين يزور قاعدة حميميم الروسية في سوريا قبل وصوله القاهرة. ملكة جمال الروسية تزور الأهرامات في زيارة للترويج للسياحة بمصر. نتنياهو يدعو الفلسطينيين لقبول قرار ترامب بيهودية القدس. الرئيس الأمريكي يبحث عن مبادرة سلام جديدة لتهدئة العرب. انفجار بمنهاتن وسط نيويورك والقبض على مشتبه به. السعودية تعلن فتح دور السينما اعتبارا من 2018 بعد 35 سنة حظرا. وعبد اللطيف المناوي يكتب: المفاجأة الحقيقية هي أن يتفاجأ العرب. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بقصر الاتحادية توقيع إشارة البدء في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة. ووقع الاتفاقية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مع الجانب الروسي. وتحدث السيسي خلال كلمته عن تاريخ العلاقات المشتركة وتقدير مصر لجهود روسية في استقرار الشرق الأوسط، فيما غادر الرئيس الروسي القاهرة بعد الزيارة التي استغرقت عدة ساعات فقط. وللتعقيب عما لدينا من موضوعات يسعدنا أن يكون معنا بالاستوديو الأستاذة والكاتبة والروائية رشا سمير. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. سؤالنا ليكي أستاذة رشا، يعني ما قراءتك لحرص الرئيسين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التأكيد بتطابق وجهات النظر بشكل كبير في حل أزمات المنطقة؟ بس خليني بس نقول الأول أن دي يعتبر اللقاء الثامن بين الرئيسين في خلال 3 سنوات. واعتقد انه ان لم يكن واحد من اهم اللقاءات فهقول انه اهم لقاء على الاطلاق. اولا طبعا افتتاح الضبعه النوويه او محطه الضبعه النوويه، ده يعتبر انا شايفاه واحد من اهم الانجازات اللي عملتها الدوله في الفتره اللي فاتت. يعني قد نختلف على مشاريع وقد نتفق على مشاريع، لكن هذا المشروع غير مختلف عليه، واعتقد انه هيحقق يعني النجاح مبهر وعلى مدى سنوات طويله. طبعا وجود الرئيسين مع بعض واضح طبعا من بعد ما سمعنا من يعني اللقاء هنا وسمعنا الحوار الصحفي اللي حصل للقنوات الفضائيه. الحقيقه من الواضح طبعا ان في اتفاق على حاجات مهمه كتير جدا داخليا وخارجيا. طبعا المنطقه اليومين دول مشتعله بشكل مش لطيف ابدا، وكان في طرح لاهم الموضوعات اللي هي مثلا منها الموضوع الاهم وهو موضوع مشكله فلسطين اللي حصل اليومين دول، ما يحدث في سوريا، واطلاع الحقيقه الرئيس بوتين للرئيس السيسي على ما تم في القاعده الحميميه مع الرئيس بشار الاسد. ده بيؤكد على ان الرئيس بوتين بيثق في الرئيس السيسي. والحقيقه مصر صحيح. النهارده بتؤكد على حاجه مهمه جدا، وهي انها قادره على تحويل مسار المنطقه، او هي قادره على يعني هنقول تحويل دفه الاحداث في المنطقه. لان طبعا بعد ما الازمه اللي عملها الحقيقه الرئيس ترامب كان لازم ان العرب ياخدوا موقف في الحقيقه قوي، ويبدو ان ما حدث النهارده من محادثات يؤكد على ان مصر ستتجه ناحيه روسيا، وده معناه ان ده قلب موازين المنطقه كلها، لان امريكا كان ليها التدخل وهي تشعر ان ليها اليد الكبرى في المنطقه، ولكن دخول روسيا في الصوره ده معناه ان مصر قادره على التواصل مع روسيا لحل مشكله المنطقه. فالحقيقه اللقاءات كانت مهمه جدا. من اهم الحاجات اللي طرحت الحقيقه موضوع المنطقه الصناعيه اللي هتتعمل الروسيه باستثمارات عاليه جدا، مليارات الجنيهات هتتم في محور قناه السويس. ده بيؤكد على ان محور قناه السويس ما كانش مجرد زي ما قيل قبل كده ان احنا بنعمل يعني تفريع على قناه السويس، لا الحقيقه تحويل هذه المنطقه الى منطقه استثماريه ده موضوع مهم جدا. ان تبقى موجوده النهارده ملكه جمال روسيا في الاهرامات، فهي بتؤكد على ان السياحه تعود، على ان الطيران سيعود. ده كله الحقيقه معناه ان في علاقات ثنائيه مشتركه وعلاقات هامه جدا، واعتقد انها زياره من اهم الزيارات اللي تمت في المنطقه المرحله اللي فاتت يعني. سنستكمل التعقيب على زيارة الرئيس الروسي، ولاستكمال هذا التعقيب ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فؤاد خشيش،
محلل في الشؤون الروسية والعربية، بعد التحية سؤالنا لك: هل تعتقد أن زيارة الرئيس بوتين للقاهرة في هذا التوقيت لها دلالة على دور روسيا أنه قادم بشكل كبير لحل أزمات المنطقة؟ أول شيء مساء الخير لكم لضيوفك. يعني أتصور أن طبعا زيارة تاريخية لما تضمنته من توقيع اتفاقات، ويعني طبعا نحن نعرف أن يعني العلاقات الروسية المصرية هي تاريخية، وبالتالي هذه الزيارة وتم يعني توقيع اتفاقات كثيرة ومهمة. طبعا يعني روسيا يعني قادرة بعد يعني العودة إلى منطقة الشرق الأوسط، قادرة على لعب دور كبير في تقريب وجهات النظر، في التأثير السياسي، في التأثير العسكري. نعم، بهذا المعنى يعني روسيا قادرة على إحداث تغييرات جذرية إلى حد ما في المنطقة. أنا بشكرك دكتور فؤاد خشيش، محلل في الشؤون الروسية والعربية، شكرا جزيلا لك. بينما ثمن الرئيس السيسي على أهمية الدور الروسي في تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل، موضحا أنه أكد لبوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس والآثار الخطيرة المترتبة على القرار الأمريكي بنقل سفاراتها للقدس، وهو ما اتفق معه الرئيس بوتين، واصفا القرار الأمريكي بعديم الجدوى ويؤثر على استقرار المنطقة. طبيعة الحال إلى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، وما لتلك التطورات من آثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة، حيث أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط. عودة ليك مرة أخرى دكتور رشا. يعني يمكن قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس هو قرار أغضب العالم العربي وأيضا العالم الإسلامي. إذا سنشهد في الفترة المقبلة تدخل روسي أو وضعية روسية لحل أزمات المنطقة؟ الحقيقة المستغرب جدا ان هذا القرار اتخذه الكونجرس سنة 95، وكل الرؤساء الامريكيين الحقيقة ما قدروش ياخدوا هذا القرار، او مش هقول ما قدروش لان شايفين ان هذا القرار قد يشعل المنطقة وقد يتسبب في طبعا ضرب مصالحهم في المنطقة. فطبعا يجي الرئيس ترامب ويضع المنطقة كلها في أزمة من جديد، وأزمة هذه المرة ليست فقط مع المنطقة ولكن هي أزمة مع الزعماء اللي خلوا شعوبهم تنقلب عليهم، لأن أزمة مع الشعوب العربية. الشعوب اديك شايفة مظاهرات كل يوم بتنزل في كل بلدان العالم، والناس كلها مش عاجبها الوضع الحقيقة. يعني طبعا الأمم المتحدة من الأول خالص أو يعني عارفة أن القدس أرض محتلة وأقرت بده، ورفضت الحقيقة يعني إن يتم نقل السفارة بهذا الشكل، لأن هذا الشكل يؤكد على أن مشروعية ما تقوم به فلسطين ما تقوم به إسرائيل طول الوقت الحقيقة ما بطلتش الاستيطان، ودي كانت حاجة من الحاجات اللي كان مقرر عليها في الاتفاقيات اللي قبل كده، ولكن ظلت طول الوقت في موضوع الاستيطان. فضلت طول الوقت تحاول ضرب كل محاولات يعني السلام ما بين في أي حد، يعني أي فتح وحماس. حاولنا كثيرا أن يتم بينهم نوع من المصالحة، ولكن أمريكا كانت طول الوقت تدي ده، حتى لو هي أقرت في مرحلة ما أن هي مع المصالحة، ولكن الحقيقة هي كانت ضدها، لأنها كانت طبعا مصالح إسرائيل هي مصالح أمريكا في المنطقة. فالحقيقة هيحصل تدخل روسي، أعتقد هيحصل تدخل روسي، لأن روسيا ذكية جدا وهي تعلم جيدا أن وجودها في المنطقة بجانب العرب أو وجودها النهاردة، وهي تعلم أن مصر هي الكتلة الأكبر أو هي الشقيقة الكبرى، بلاش نقول كده يعني، ولكن الشقيقة الكبرى للعرب كلها. فوضع النهاردة أن يحصل هذه القمة الثنائية وأن الرئيسين يحطوا إيديهم في إيدين بعض، ده معناه ان هيحصل تدخل روسي، او معناه ان روسيا تؤكد على الوضع وتضمنه. واعتقد ان الاوان بقى، لان العرب يصطفوا حوالين القوه دي طالما القوه الثانيه في يعني ما هي على طول في ظهر اسرائيل. فاعتقد ان هيحصل تدخل روسي، واتمنى ان يكون هذا التدخل الروسي لصالح العرب، ما لم ان العرب لابد ان يصطفوا صف واحد، دي ملهاش حل ثاني يعني. بينما قال بوتين إنه تناقش مع الرئيس السيسي فيما يخص عودة السياحة الروسية إلى القاهرة، مشيدا بمجهود الجانب المصري لرفع مستوى الأمن في مطاراته طوال الفترة الماضية. كما تناقش في الخطوات التسلسلية المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر. وأضاف بوتين أن بلاده مستعدة لفتح الطيران بين موسكو والقاهرة. كما أكد أنه سيتم توقيع بروتوكول عودة استئناف الطيران في القريب العاجل.
للتعقيب على هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حسين الشافعي رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والثقافة. بعد التحية دكتور حسين، ماذا يمكن القول؟ أهلا بك دكتور حسين. دكتور حسين، اطلعنا على الأمر وعلى الزيارة الروسية، ماذا يمكن القول عن النتائج السرية والعلنية بشأن لقاء رئيس السيسي وبوتين؟ الحقيقة لا توجد نتائج سرية، النتائج كلها علنية. من حيث الشكل، هذه الزيارة جاءت بعد ساعات من إعلان ترامب بقراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. صحيح. فيما يعد ردا حاسما وقطعيا من روسيا بأنها مع العالم العربي ومع مصر تتبنى نفس المواقف المصرية والعربية في رفض هذا القرار الذي يتناقض مع قرارات المجتمع الدولي. هذا من حيث الشكل. من حيث الموضوع، أعتقد أنه هذه الزيارة جاءت زيارة صاروخية سريعة وسريعة الطلقات لتنقل رسائل مهمة جدا إلى المجتمع المصري والمجتمع العربي والمجتمع الدولي. مصر وروسيا عازمتان على الاستمرار في مكافحة الإرهاب، متوافقتين على هذا. مصر وروسيا قررا بدء تنفيذ أكبر مشروع للطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط بأكبر قرض تمنحه روسيا لدولة خارجية. قيمة هذا القرض 25 مليار دولار. تحقق هذه المفاعلات النووية طوال مدة عملها صافي دخل للخزانة المصرية 200 ما يفوق ال 260 مليار دولار بعد سداد كامل قيمة القرض وفوائده، فيما سيحدث إن شاء الله نقلة نوعية في مستوى الصناعة في مصر وفي توافر الطاقة الكهربائية للمشاريع العملاقة التي تقودها مصر الحديثة. وهنا الحقيقة يعني أود أن يعني نتوجه بالتحية لهذا الرجل الذي يقود زمام مصر، عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع بعد أكثر من 50 عاما على بدء المشروع النووي المصري أن يحدث هذه الطفرة الضخمة. والشكر أيضا متصل لخبراء وزارة الكهرباء المصرية الذين أجادوا في العمل حتى خرجوا بالتعاقد المصري الروسي لإنشاء المفاعلات النووية بأكبر صورة من المثالية دفاعا عن مصالح مصر والأمان النووي. أنا بشكرك دكتور حسين الشافعي رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والثقافة، شكرا جزيلا لك. عودة لك مرة أخرى دكتورة رشا، يمكن المكالمة أوضحت الكثير من الإنجازات والمشروعات، الوقوف على تطورات اقتصادية خاصة في الملف المصري الروسي، ولكن من أكبر هذه التطورات هو الشأن السياحي. روسيا الآن على استعداد لفتح رحلات لمصر من أجل السياحة مرة أخرى. دلالة ذلك تدل على قوة تأمين الجانب المصري لمطاراته؟ ما فيش شك ان احنا كنا يعني متوقعين او عارفين الخطوه دي جايه، لان اعتقد ان هي كانت حاجه زي كده سحابه صيف مرت، وكنا معتقدين ان الموضوع ده هيرجع تاني، وكنا عارفين ان بزياره الرئيس بوتين سوف تعود السياحه مره اخرى او ستعود رحلات الطيران وفتح المجال الجوي بيننا وبينهم. فالحقيقه طبعا يعني ان كان يدل طبعا على ان في تحسن في حاله تامين المطارات، ولكن الاهم من هذا وذاك يعني ان بس خلينا نقول ان مش مصر اللي مش عارفه تامن مطاراتها، ما احنا عندنا عمليات الارهابيه بتتم في كل انحاء العالم. يعني صحيح. هو لما بيحصل تفجيرات في لندن وفي باريس والنهارده في نيويورك وغيره، هل ده معناه ان الشرطه متقاعسه ومش عارفه تامن؟ وليه ما بيتقالش اصل فرنسا ما عرفتش تامن المطار عشان انفجر فيها قنبله، ولكن مصر هي اللي ما عرفتش تامن المطار؟ يعني فالحقيقه انا ضد فكره ان حصل تحسن قوي في حاله تامين المطارات، لان من الاول كان في تامين مطارات واحنا كلنا بنسافر وعارفين اجراءات المطارات يعني. لكن الزياره النهارده بتؤكد على عوده السياحه، وده شيء مهم. معنى ان تيجي ملكه جمال روسيا وتروح تتصور عند الهرم، دي على فكره واجهه حضاريه وكويسه جدا، ان هم مهتمين ان السياحه ترجع لمصر. وده الحقيقه دورنا بقى ان احنا نحاول نعمل جذب سياحي بشتى الطرق. يعني الضبعه هتحقق يعني حقيقه نتائج كويسه جدا، وهتحقق فرص عمل، وتحقق يعني ليها مليون الف فايده الحقيقه مستقبليا. يعني عوده السياحه مهمه جدا، يجب ان نستغل بقى عوده الطيران وعوده السياحه بان احنا نحسن واجهتنا في حاجات كتير جدا، لان السياحه مش مجرد اهرامات ومش مجرد مطارات، السياحه من اول الشارع للاوتيلات للتعامل في الشوارع ما بين المواطن المصري وبين السلوك السياحي. وده اهم على فكره من السياحه نفسها، لان احنا محتاجين ان احنا نعلم النشء ونعلم الاجيال الصغيره ان لازم عندنا سلوك سياحي نجتذب الامم بره. احنا شايفين دول كتير جدا الحقيقه عندها لا تمتلك ولا تمن الاثار اللي عندنا ولا تمن الحقيقه جمال مصر وطبيعتها وجوها الحلو، ومع ذلك قادره تجتذب سياحه.
خطوه مهمه جدا عوده الطيران، والسياحه الروسيه ليست بهينه. والنهارده بدل ما كانوا بيروحوا تركيا وبيروحوا غيره، طب يرجعوا لمصر تاني. فنحاول بقى ان احنا يعني نجتذب الاخرون يعني على حس السياحه الروسيه يعني. بينما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الروسي استمرار العمل مع روسيا للحفاظ على مناطق خفض التوتر بسوريا. وأكد الرئيس بوتين على أهمية الدور المصري لتسوية الأزمة السورية، مضيفا أنه أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفاصيل لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في قاعدة حميمم التي زارها قبل وصوله القاهرة بساعات، معلنا سحب القوات العسكرية الروسية من الأراضي السورية بعد تطهيرها من الإرهاب. وقالت شركة روساتوم النووية الروسية إن محطة الطاقة النووية بمنطقة الضبعة التي ستبنيها في مصر ستتكلف ما يقرب من 21 مليار دولار، وإن الشركة ستقدم الخدمة ل4 مفاعلات بالمحطة لمدة 2 أو 60 عاما. والمزيد حول تفاصيل مشروع الضبعة النووي نتابع التقرير التالي. النهارده تم توقيع الاتفاقية النووية. اعتقد ان احنا هنشهد عدد من الايجابيات في اكتر من مجال، مش مجال الطاقه فقط، يفترض المجال الصناعي. احنا هنشهد تطوير العدد من الصناعات المرتبطه بانشاء المحطه بما يتوافق مع المعايير اللي يفترض ان هي تكون في المحطه النوويه. هنشهد تطور في منطقه الضبعه بشكل عام، انشاء مستشفيات، انشاء مدارس، انشاء جامعات، اللي يكون مجتمع كامل يتم انشاؤه في المنطقه ديت. اكتر يعني انا ما ببصش للمشروع النووي باعتبار ان هو محطه كهرباء، اكتر من ان هو مشروع يفترض ان هو يبقى مشروع متكامل. عندنا تطبيقات السلميه للطاقه النوويه سواء في مجال الطب، سواء في مجال الزراعه، في اكتر من مجال. يفترض ان احنا خلال الفتره اللي جايه هنشهد فيه تحسن او يعني بدايه عمل الفتره اللي جايه ان شاء الله. وبالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي للقاهرة، وصلت فيكتوريا لوبيروفا ملكة جمال روسيا القاهرة قادمة من اسطنبول في زيارة تستغرق عدة أيام للترويج للسياحة في مصر، زارت خلالها منطقة الأهرامات بالجيزة. وقد اختيرت فيكتوريا البالغة من العمر 34 عاما لتكون الوجه الرسمي لتمثيل روسيا كسفيرة للنوايا الحسنة في بطولة كأس العالم روسيا 2018. والآن فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده نتعرف على عودة السينما السعودية في مارس بعد 35 سنة حظرا. تابعونا. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس وإلى الشأن الخارجي. أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، متوقعا أن تتبعه بعض الدول الأوروبية. وقال إن القرار يجعل السلام ممكنا، لأن الاعتراف بالواقع هو جوهر السلام، وأن الفلسطينيين عليهم الاعتراف بالدولة اليهودية، وأن القدس عاصمتها. من جهتها أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني احترامها للوضع القائم للقدس، في إشارة إلى الرفض الدولي المخالف للقرار الأمريكي. عودة مرة أخرى إليك دكتورة رشا، ما قراءتك لجولة نتنياهو الأوروبية في هذا التوقيت؟ هل سينجح في امتصاص الرأي الدولي أو رأي المجتمع الدولي في تحويل القدس عاصمة لإسرائيل؟ طبعا هي جولة استقطابية في المقام الأول. يعني هو طبعا فكرة أن ترامب يعلن القدس عاصمة لإسرائيل أو يعني نقل السفارة دي، ده بيؤكد أن خلاص أمريكا اعترفت بإسرائيل، وأن كده على العرب أن يجدوا حل بديل للقضية، لا أول الحل السلمي يعني أو السلام، لأن أنا شايفة أن ده فعلا تقويض لعملية السلام زي ما قال الرئيس السيسي. فطبعا هو الحل اللي قدامه أن هو يطلع أوروبا يعمل هذه الجولة لاستقطاب كل الدول المعارضة، الأمم المتحدة معارضة، ألمانيا معارضة، باريس، فرنسا معارضة، كوريا الشمالية أطاحت بكلامه الحقيقة. هل ينجح ولا لا؟ هو أتمنى طبعا أنه هو ما ينجحش، ولكن إسرائيل لها مصالح كتير جدا وليها استثمارات وفلوس كتير جدا في أوروبا، والمصالح في أغلب الوقت تتصالح. وخوفي من أن يحصل ضغوط أو شغل من تحت الترابيزة يخلي الدول مع الضغط الاقتصادية بالظبط، وده وارد جدا، وخصوصا أن في النهاية هو الوجه الآخر لعملة أمريكا، يعني هي وجهين لنفس العملة، وأمريكا هي القوة المؤثرة الأكبر في العالم. فنتمنى أن دخول روسيا في المعادلة يغير من تفاصيل المعادلة شوية.
كشف مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن قرار الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لا رجعة فيه، إلا أنه أشار إلى مبادرة سلام جديدة مطلع العام المقبل. وشدد المسؤول على أن قرار ترامب لا يعني الاعتراف بحدود جغرافية محل نزاع لدولة إسرائيل، وإنما هو مجرد إقرار بأن القدس طالما كانت وستكون عاصمة دولة إسرائيل. دكتورة رشا، يعني تعليقك على طرح واشنطن لما تسميه مبادرة سلام جديدة، وهل نتوقع من أمريكا اعتراف دولي بدولة فلسطين؟ تقريبا امريكا بتهزر يعني. هو جاريد كوشنر المستشار للرئيس الامريكي دونالد ترامب قال قبل ايام من اعلان هذه الخطوه الغير منطقيه والغير مفهومه، قال ان الرئيس ترامب مصر على ان هو يتدخل في حل، ان هو يجد حل سلمي للمشكله الاسرائيليه الفلسطينيه، وقال ان كثير من الدول ناهته على ان هو ياخذ هذه الخطوه، لان هذه المبادره يعني في النهايه ستؤدي الى لا شيء يعني، ولكن هو عازم على ده، وعازم على ان الحل ياتي من داخل المنطقه العربيه وليس من خارجها، حتى لا يفرض العالم رايه على هذه المنطقه يعني. ومع ذلك بعدها بايام جه طلع هذا التصريح اللي ما حدش فهمه خالص يعني، الا ان هو مجرد بس تحدي للعالم كله يعني. هو واضح ان هو في دماغه شويه مشاكل عايز يعملها مع العالم كله، فمقرر يعمل كده. فطبعا المبادره الجديده انا حقيقه شايفاها مبادره يعني لا ناقه لها ولا جمل يعني، لانه في النهايه اولا لا عايز يعني لعدم اخلاء المستوطنات الاسرائيليه، هو مش عايز يخليها، مش عايز يعترف بالحدود القديمه حدود 67، ومش يعني هو جاي على فلسطين. هو في النهايه في المقام الاول هو همه هو اسرائيل. لا اعتقد ان هذه المبادره ستؤدي الى لا شيء، ولا اعتقد ان العرب سيقبلون اي مبادرات اخرى من امريكا. يجب ان تتراجع امريكا عن قرارها. أعلنت شرطة نيويورك توقيف مشتبه به في انفجار وسط منهاتن، مشيرة إلى أنه الشخص الوحيد المصاب دون أن توضح بعد طبيعة الانفجار. وقالت الشرطة أن الانفجار وقع بالقرب من محطة بورت أوثوريتي عند ساحة تايم سكوير وسط المدينة الأمريكية. وأفادت تقارير إعلامية سابقة أن الانفجار ناتج عن قنبلة يدوية الصنع، فيما تحدثت تقارير أخرى أنه ناجم عن حزام ناسف. أعلن مفوض السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي أن نحو 6000 مقاتل يحاربون في الشرق الأوسط في صفوف تنظيم داعش الإرهابي قد يعودون إلى القارة السمراء، مؤكدا أن عودة هذه المجموعة إلى إفريقيا تشكل تهديدا خطيرا على الأمن والاستقرار، ما يتطلب نهجا خاصا وتعاونا وثيقا بين الدول الإفريقية. دكتورة رشا، يمكن بعد تحجيم داعش في سوريا والعراق، كيف تتعامل إذن الدول بإفريقيا مع بقايا التنظيم الإرهابي؟ هو بالفعل في حوالي 6000 مقاتل موجودين داخل افريقيا من تنظيم داعش، وطبعا رجع لهم حوالي 30000، فاحنا بنتكلم في عدد خيالي يعني. الحقيقه الجزائر كانت اول من حذر من هذه الخطوه، وقالت ان اول من سيدفع الثمن هي افريقيا، لان دول رجعوا لافريقيا تاني. طبعا مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي صرح ان لازم يكون في تكاتل قوي جدا داخل الدول الافريقيه لمحاربه هذا التنظيم. هتبقى مشكله كبيره طبعا، ما فيش كلام، لان اوريدي في يعني بالفعل في تنظيم القاعده موجود منه جزء كبير في افريقيا، وحصل زي انتقال يعني من جنوب الجزائر ومالي الى بوركينا فاسو والنيجر قبل كده. فهذا التكتل سوف يعني بالاشتراك مع داعش سوف يحدث بلبله في افريقيا، فيجب ان يعني تتعاون كل الدول الافريقيه، ويجب ان تصطف صفا واحدا. لازم يبقى معروف هو مكانهم فين، ولازم يبقى في بقى يعني معاونه دوليه او في تعاون دولي من الدول الخارجيه كلها لتعاون افريقيا. افريقيا يجب ان تبقى يقظه في هذه المرحله، لان الارهاب هينتقل من المنطقه الاخرى الى افريقيا، فيجب ان تتكاتف افريقيا كلها لمحاربه تنظيم داعش. انا اعتقد في ان داعش يجب ان توئد وهي في المهد زي ما بيقولوا يعني. الاطفال اللي بيجيبوهم والشباب اللي بياخدوهم يبتدوا يدربوهم وهم اطفال، هي دي بدايه داعش، ومن هنا يجب ان تقتل هذه النواه. احنا ما ينفعش نستنى لحد ما يقوموا ويبقوا تنظيم وتكتل بهذا الشكل ونبتدي نحاربهم، انما وقت الفكرة من أصلها أعتقد هو ده الأهم في هذه المرحلة يعني. أعلنت وزارة الثقافة السعودية أنها ستسمح مجددا بفتح دور للسينما اعتبارا من مطلع العام المقبل، ورفعت بذلك حظرا مطبقا منذ أكثر من 35 عاما على هذه الأماكن. ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض بما يتوافق مع قيم المجتمع السعودي وأحكام الشريعة الإسلامية.
ألقت قوات الجمارك التركية القبض على امرأة حاولت عبور حدود البلاد داخل حقيبة سفر. ووفقا للمعلومات فإن قوات حرس الحدود والجمارك اشتبهت بامرأة كانت تجر حقيبة سفر كبيرة، وبعد تفتيش الحقيبة تبين أنها كانت تخفي بداخلها شابة جورجية تبلغ من العمر 22 عاما منعت سابقا من دخول تركيا. حطمت أوروغواي الرقم القياسي المدرج في موسوعة جينيس لأكبر حفلة شواء في العالم بإعدادها أكثر من 10 أطنان من اللحم في إطار منافسة تتواجه فيها منذ عقد تقريبا مع الأرجنتين المجاورة. وتطلب الحدث نحو 60 طنا من الخشب ومشاركة أكثر من 60 طاهيا تناوبوا على مدى 14 ساعة لمراقبة اللحم على الشوايات الكبيرة. مشاهدينا الكرام، إلى فاصل ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. كونوا في انتظارنا. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. أما الآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. تحت عنوان المفاجأة الحقيقية هي أن يتفاجأ العرب، يكتب عبد اللطيف المناوي في عدد الثلاثاء من المصري اليوم متحدثا عن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، متسائلا هل رد الفعل العربي والإسلامي المتوقع يمكن أن يؤثر على القرار المتخذ منذ عام 95 ولم يتمكن رئيس أمريكي من تنفيذه، حتى سمح الوضع الفلسطيني الممزق والمنقسم داخل الساحة الفلسطينية بخلاف الحالة العربية المشتتة. أما عن حالة المفاجأة التي أصابت العرب فهي في حد ذاتها مفاجئة. الرجل لم يخف نيته من ترشحه للرئاسة الأمريكية. دكتورة رشا، يمكن بشكل مباشر جميعا نتساءل أن حالة الانقسام العربي والخلاف وحالة الانقسام داخل الساحة الفلسطينية وأيضا العربية هي من جعلت دونالد ترامب يتخذ مثل هذا القرار بشأن أن قدس عاصمة لإسرائيل. مفيش شك طبعا ان هو ده السبب الاكبر عشان يخليه ياخد قرار زي ده. طبعا هو من اول يوم الحقيقه الراجل كان صريح جدا، من اول يوم ترشح هو ضد العرب وهو ضد المسلمين، وقال ده في كل حته. لو ترجعي الاحاديث اللي اتكلم فيها عن العراق مثلا كان طول الوقت بيتكلم عن العراق دي على انها بير بترول، احنا عايزين ناخد البترول، عايزين ناخد البترول. هو ما فكرش في اي حاجه ثانيه غير انه يحط ايده على البترول. الحقيقه المنطقه العربيه فيها خيرات كتير جدا، اعتقد احنا كعرب قادرين ان احنا نقاطع العالم كله لو اعتمدنا على نفسنا، ولكن لو حصل بيننا نوع من التوافق، لان الحقيقه الدول العربيه اولا في كتير منها ما هيش متوافقين، في صراعات داخل المنطقه اللي بتشعللها ايران يعني في وقطر وغيره، ففي ادوار عربيه مترديه جدا، احنا مش عارفين نتفق. وطبعا الصراع الحقيقه ما بقاش بس صراع فلسطيني او ما بقاش ازمه فلسطينيه، ولكن الازمه بقت ازمه سوريه وازمه ليبيه وازمه يمنيه، وبالتالي انقسمت يعني الناس ما بقت الاول كانت مركزه مع القضيه الفلسطينيه بس، ولكن القضيه بقت قضايا، وبالتالي اهدر الدم بين القبائل. لكن ما فيش شك ان المطلوب النهارده الحقيقه من العرب انهم يقفوا وقفه اقوى من دي، يعني فكره ان احنا نشجب ونندد، وان العالم كله يحمل مصر قضيه ان اصل مصر ما عملتش حاجه. ما هي مش مصر لوحدها اللي هتعمل حاجه الحقيقه، وهي مصر الحقيقه ليها دور قوي جدا في المصالحه وليها دور قوي في كل القضايا العربيه، ولكن يجب ان يصطف العرب زي ما قلنا قبل كده صفا واحدا. ازاي؟ مش هيبقى بقى بان احنا نشجب ونندد، يعني انا شايفه ان في مليون طريقه ان احنا نقدر بيها نقاطع امريكا ونعاقب امريكا، والنهارده نقدر نحط ايدينا في ايدين البديل وهو روسيا، ونقدر نحط ايدينا في ايدين بعض، وعندنا ما يسمح لنا بان احنا نقوم الدول العربيه كلها على رجل واحده ونقف مع قضايانا. يعني حاله الانشقاق هي ادت ما نحن فيه، واعتقد اي يعني مزيد من الانشقاق في المنطقه لم يعد مطلوبا فعلا يعني. والان مشاهدينا فاصل اخير ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهره والناس. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. بعد تصويت شارك فيه عدد قياسي من المصوتين فاز المصري محمد صلاح بجائزة BBC لأفضل لاعب إفريقي لعام 2017، وتفوق صلاح على عدد من اللاعبين، وظهر صلاح بشكل لافت للغاية في العام الحالي الذي حقق من خلاله العديد من الإنجازات.
شهدت إحدى مقرات النشر بوسط البلد حفل مناقشة وتوقيع كتاب أسطورة القصر والصحراء للكاتب الصحفي محمد السيد صالح رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، والذي يتناول السيرة الذاتية لأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي للملك فاروق. وناقشه الكتاب والمفكر دكتور مصطفى الفقي والدكتور عمار والكاتب والدكتور عمار علي حسن. وأدار اللقاء الشاعر أحمد الشهاوي بحضور لفيف من الكتاب والمثقفين والشخصيات العامة. المزيد في التقرير التالي فلنتابع. الكتاب عبارة عن حلقات نشرت كاملة في مصر اليوم في رمضان الماضي، قصة حياة أحمد حسنين باشا كاملة في مغامراته في الصحراء، قصة حياته السياسية في العصر وصولا إلى وفاته الغامضة على كوبري قصر النيل 46. فيها تفاصيل كثيرة جدا وشيقة، حوالي 30 فصل مختلفين. كل فصل هي بتجمع بين الصحافة، لأن في استقصاء لتاريخه العائلي وصولا إلى قبره، جزء كبير من رحلاته في الصحراء ورحلاته حتى في قصر الرئاسة. الجزء ده في توثيق لجزء كبير من مسيرته الصحفية، مسيرته السياسية كاملة. اختياره والكتابة عن شخصية جرى تلطيخها وتجريحها، برغم انه الارث اللي موجود للفترة دي بيقول لا، انه كان في ناس عندهم رؤية حضارية وثقافية ولا يمكن يبقوا بالخفة دي. نجح الأستاذ محمد السيد صالح في أن يلقي الضوء على بعض الشخصيات المحورية في تاريخ مصر الحديث، والتي يحيط بها كثير من التساؤل والغموض. وقد كانت هناك شخصيتان أشعر بذلك نحوهما، وهما أحمد حسنين باشا والفريق عزيز المصري. والغريب والملفت للنظر هو أنه كتب عنهما معا، وهما الشخصيتان اللتان أثرتا في الملك فاروق وفي تربيته. وهذا الكتاب الليلة عن أحمد حسنين كتاب توثيقي يجب أن يلتفت إليه وأن يلقى كل الاحترام، لأننا أمام شخصية هامة جدا في تاريخ مصر الحديث وفي القصر الملكي في عهد الملكين فؤاد وفاروق. يزيد من قيمة الكتاب أن مؤلفه لم يعتمد فقط على الكتب والمصادر التاريخية المكتوبة، إنما أيضا هناك زيارات ميدانية ومقابلات شخصية وتأملات، وكتب الكتاب بطريقة سردية أشبه للكتابة القصصية والروائية، الأمر الذي أعطاه جاذبية كبرى. نقطة الختام من نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. شكرا لك سارة. شكرا هاجر. شكرا دكتور رشا. شكرا جزيلا. والشكر موصول إليكم مشاهدينا. غدا تلتقون ونشرة جديدة من المصري اليوم من القاهرة والناس. أما الآن فدمتم في أمان الله. تابعتم في نشرة اليوم. السيسي وبوتين يشهدان توقيع اتفاقية الضبع النووي في الاتحادية. اتفاق مصري روسي على خطورة القرار الأمريكي بشأن القدس. بوتين يزور قاعدة حميميم الروسية في سوريا قبل وصوله القاهرة. ملكة جمال الروسية تزور الأهرامات في زيارة للترويج للسياحة بمصر. نتنياهو يدعو الفلسطينيين لقبول قرار ترامب بيهودية القدس. الرئيس الأمريكي يبحث